السلام عليكم. السلام. لما الكون بيزيد في عينيك وبيوصل شوفك لبداه، قوموا بسرعة مد ايديك وابدأ مع ربك مناجاة. اطلب منه مش هيهينك، اصله كريم ودايما في عطاك. لحظة ونوره هيغمر عينك وهيوصل شوفك اقصاه، والدنيا هتفرح وتجيلك. بس يا ناسي قول الله 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 ونعم بالله. اخدت بالكم من المتدارة بعد السبب الجميل. اتفضل يا استاذ. القصيدة اللي كانت صارت جدل اقولها؟ طبعا بتاعتك. مستجير مستجير الحب منك، من عمايلك مستجير، يلي باسم الحب قلبك خان وغلب ناس كتير. مش حرام الشوك يا ظالم لما يتزاح حرير. ابكي على المظلوم في حبك، ولا على المشتاق لقربك، ولا على الناس اللي لسه راح يضلهم. ونبقى صلى قول يا عايز بس تفضل. اقفل الباب عليهم يا عم. لا عشان عصام قاعد الاول يا استاذ. من اول الله يخليك. معلش اسمح لي الميكروفون. على فكره يا جماعه الاغنيه اللي بيقولها الاستاذ محمد صنور دي من الستينيات كتبها، وصار حد فتره عليها انتشرت بشكل غريب جدا. ناس كتير بيقولوها في الندوات، ولكن ظهر صاحبها الحقيقي دلوقتي. ظهر احنا عرفنا الكلام ده من حوالي 3 اسابيع بس، من صاحب هذه الكلمات اللي بنسمعها كتير في الندوات بتاعت الاستاذ محمد صنور باثباتات انها نشرت في الاخبار باسم واحد تاني بعد ما كتبها بايام او بشهر حاجه زي كده. لكن صاحب هذه الكلمات الحقيقيه هو شاعر السيناريو الاستاذ محمد صنوري، وهنسمع منه الاغنيه دي مره ثانيه. مستجير الحب منك، من عمايلك مستجير، يلي باسم الحب قلبك خان وغلب ناس كتير. مش حرام الشوك يا ظالم لما يتارك حرير. ابكي على المظلوم في حبك، ولا على المشتاق لقربك، ولا على الناس اللي لسه راح يطولهم غد قلبك. مستجير ولا حد جاره، قاسي ليه دايما عليه. ده انت لو حسيت بناره كان زمانك تهت فيه، ولا كنت يا قاسي صنته جوه قلبك وترعيه. لا يا ظالم هان وباته بكره راح تندم عليه. جميلة. مستجير الحب لكن كان حقيقي خساره فيك، بين قلوب الناس وساكن. اصله شيء وكتير عليك، بكره تتمناه يجيلك ولا تشتاق له في منام. شوف ساعتها مين يجيلك ولا يسمع لك كلام. اصله سابك مستجير بعد ظلمك ليه كتير. مش حرام الشوك يا ظالم اسف. اصله سابك مستجير بعد ظلمك ليه كتير. كان حرام الشوك يا ظالم لما يتدار في حرير. مستجير الحب الله عليك من اعمالك. المشكله يا جماعه ان الاغنيه ربما اي حد يقول لك الاغنيه عاديه، لا دي فيها افيه، فيها افيه من حق اي حد كان ياخده. مستجير الحب منك مستجير، افيه جميل، جمله ما اتقالتش او جمله ما حدش استخدمها كتير يعني. مستجير الحب منك مستجير. وعلى فكره يمكن مش على الاستاذ محمد النجار بس، معلش انا اسف، الوحيد اللي كان يمكن حاضر الايام دي في جمعيه ابناء تلح الصعيده الاستاذ محمد طلع شاعر الله يرحمه وقال مستجير الحب منك مستجير. طبعا احنا طبعا ما نعرفش مين صاحبها، لكن الاستاذ محمد صنوري مفيش حق على فكره بيجي قبل ان هو طالب، ولازم الحاجه تتكشف. محدش بياخد حاجه من حد ويقدر يدرس طول العمر، لازم تنكشف يوم ايام. طب ايه رايكم؟ انا اعرف شاعر سرق شغل واحد ميت بتوفى
ميت ومحدش كان يعرفه على الساحه، كان بيكتب من منازله، خد شغله كله وراح رايح المطبعه عامل ديوان، وعلى مش المطبعه كمان اسف، اتطبع طبعا الهيئه العامه للفنون والاداب اللي مين رئيسها؟ الدكتور محمد زكريا عناني. طبع ديوان للاسف في شغل واحد ميت كان صديق اخوه. انا اعرف، بس طبعا ما اقدرش اتكلم منين. هو حاليا دلوقتي مقدم على اتحاد عضويه الكتاب، عضويه اتحاد الكتاب. واحد لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. نعم. امال ايه؟ لكن اتضح، لكن برضه شفت اهو ده ميت، اهو ده شاعر مات، لكن طلع واحد كان مسافر صديقهم هما الاثنين ورجع بعد 20 سنه، ولما اهداله ديوانه قال له الكلام ده مش بتاعك فلان، الكلام ده بتاع فلان. قال خلاص بقى. ما انا عايز اقول لكم يعني الحق بيظهر حتى لو بعد 100 سنه. الناس طبعا مش عارفه تجيب حاجه. اتفضل.